تلقت الجماهير الجزائرية والمدرب بيتكوفيتش خبرا مفرحا بعودة لاعب قوي للمنتخب ليكون في كامل لياقته وجاهزيته وينهي بذلك مشكلة كبيرة كانت تؤرق الطاقم الفني للخضر. ولكن قبل التفاصيل يرجى دعمنا بلايك ومتابعة للقناة تشجيعا لنا. أفرح نادي السد القطري المدرب بيتكوفيتش بخصوص المدافع الدولي يوسف عطال منهيا معاناة استمرت لأشهر بالنسبة لنجم نادي نيس الفرنسي السابق، ويعيد الأمل لمنتخب الجزائر بخصوص جاهزية ظهيره الأيمن لمواجهة بوتسوانا والموزمبيق في تصفية المونديال. وأعلن نادي السد القطري اليوم السبت تسجيل يوسف عطال في قائمته المعنية بالمشاركة في مباريات الدوري القطري خلفا للمغربي سايس المصاب، الأمر الذي يعد خبرا سارا للجزائر ومدربها على اعتبار أن ذلك سيقدم فرصة المشاركة بانتظام لنجم الخضر بعدما كان يشارك في دوري أبطال آسيا فقط. ودخل عطال في مباراة اليوم أمام الدحيل احتياطيا منهيا بذلك معاناة فنية استمرت لأشهر. عودة عطال إلى المنافسة المنتظمة تشكل ورقة رابحة لبيتكوفيتش قبل موعد مباراتي بوتسوانا والموزمبيق، حيث يمكن للظهير الأيمن المشاركة في 5 مباريات كاملة قبل موعد التصفيات المونديالية الشهر القادم. ما رأيكم مشاهدينا في عودة عطال للمنافسة؟ وهل سيتمكن من استعادة مستواه؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، لايك ومتابعة للقناة وفعل الجرس ليصلكم كل جديد.